البتنجان اخد البرجر في حتة تانية. الفيديو ده نزل والدنيا قامت ما عادتش، ناس تأيد وناس تعارض، اكن خلاص مستكترين النجاح في البتنجان. ليه يعني؟ ما البطاطس بتطبخ وبتتقلى وتتعمل شيبسي وتتحط جنب البرجر والبيتزا حتى السلم ومحدش اعترض. يعني هي جت يعني على البتنجان؟ ده ايه الظلم ده؟ اما الكحكه في ايد اليتيم عجبه صحيح، وعشان كده قررت انا ادافع عن هذه البتنجانيه واعمل الفيديو ده علشان ربنا ما يحبش الظلم. وينزل بالانترو يا ابني. لو بصيت على البتنجان هتلاقيه موجود في كل البيوت المصرية، موجود في كل الثقافات. لو قمت دلوقتي وفتحت باب التلاجة هتلاقي فيه بتنجان، حتى بالأمارة بايظ من الجنب. بياكلوا الغني والفقير والشحات والوزير، حتى الناس اللي بيقعدوا يقولوا لك النهارده هاكل نص جناح فراشة وعليه ترافل، بيجي قدام البتنجان وتلاقيه بيقول جايلي مسقعه دلوقتي وانا خلصت لك. ده غير انه شقيان وطالع عينه. الصبح في مطاعم الفول والطعميه جنب الفول والطعميه والبيض في الطلب ابو 35 جنيه، وبالليل في افخر مطاعم الكباب والكفته طبق بابا غنوج محترم جنب احلى كيلو كباب. تعبان يا كابتن. ده غير انه جدع ومستعد يعمل اي حاجه عشان تاكله. يعني لو ما بتحبهوش مطبوخ كله محشي، ولو ما بتحبهوش محشي كله كفتة بتنجان، ولو مالكش في الكفتة التقليد هتلاقيه بقى بابا غنوج جنب الكفتة الأصلية وكمان متغمس بالطحينة. ومش بس كده، ده كمان عامل أقسام. يعني في المقبلات تلاقي بتنجان مخلل المقلي وبتنجان مخلل المسلوق عشان يرضي جميع الأذواق. ده غير إنه عنده مرونة، أي تغيير بسيط بطعم تاني مختلف. البتنجان المقلي لو حطيت عليه توم بقى بتنجان بالتوم، ولو حطيت عليه معلقة صلصة بقى مسقعة وبالفلفل، وعمرك ما دقت زيها. ولو ما عجبتكش اي حاجه من دي هيقول لك كلني ني، لانه بيبسط الامور، شايف نفسه انه يتحط مع اي حاجه وفي اي حاجه. لازم انا كنت عاوز بشاميل الخميس المره دي يبقى مسقعه بالبشاميل. يعني مش هيقول لك انا ما اتحطش مع المكرونه واللبن والبشاميل في صينيه واحده، لا ده هيتحط ويعجبك كمان، ولما تدوقه هتلاقيه اختراع مش في الضياع. وكمان هتلاقيه بيسد في حاجات تانية كتير غير الأكل، غنى بيغني. يا تخين يا رفيع يا بتنجان يا بتنجان تيريريري، يا طويل يا قصير يا بتنجان يا بتنجان تيريريري، يا تخين يا رفيع يا بتنجان يا بتنجان تيريريري، يا طويل يا قصير يا بتنجان يا بتنجان. إفيهات بيرمي. سمعت في الاخبار ان السماء حتمطر بتنجان. بتنجان؟ اشمعنى؟ عشان الدنيا ساقعه. وبعد كل ده يجيلك واحد ويقول لك انا ما بحبش البتنجان، وعشان كده قررت اعمل الفيديو ده واعمل هاشتاج جمعية حقوق البتنجان للدفاع عن هذه البتنجانية. ربنا نصرني. اعمل لايك وانضم الهاشتاج جمعية حقوق البتنجان للدفاع عن هذه البتنجانية، وما تنساش ان الحلقة دي كانت وجهة نظر طازة ومستوية وغنية. انا كده خلصت، بس انت لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو الحلقه دي ما عجبتكش اتفرج عليها تاني. سلام.